فلكي وتصروا ان اللعيبه دي تفضل تلعب اساسيه. هؤلاء هم السبب في كارثه الاهلي، سوء الاداره، باد مانجمنت على راسهم الكابتن محمود الخطيب، اختيارات مدربين غلط، عمل سكواد غلط، الدوس بالجزم على مبادئ النادي الاهلي وعلى رموز النادي الاهلي فتديك هذا المنتج. ربنا ما بيصلحش شأن الناس مش سالكه، خليته في الضغينه وفي الكراهيه. يعني الاهلي اللي استغنى عن مدافع مصر الاول رامي ربيعه والسوليه من افضل لاعبي خط الوسط، واكرم توفيق وعلي معلول ومحمد عبد الله افضل ناشئ ونجم المنتخب الاولمبي. يا راجل حرام عليكم، ده انتوا جرفتوا الاهلي عشان تجيب لعيبه من على القهوه عمرهم لا شافوا بطولات ولا بتاع. قول لي امام عاشور خد كام بطوله؟ قول لي بن شرقي خد كام بطوله بره الاهلي؟ قول لي بن رمضان خد كام بطوله بره الاهلي؟ ولا حاجه. قول لي تريزيجيه نفسه بره الاهلي خد كام بطوله؟ ولا حاجه. خلصوا كوره، دمرتوا الاهلي، ضيعتوا الاهلي. مفيش اهلي. على مجلس الاداره ان هو يدفع ثمن تلك الجرائم وان ينسحب، وفلوس يسترب. لازم يمشي، لازم يمشي. اللي جابه يدفع فلوسه. ما هو الجماهير مالهاش ذنب والنادي مالوش ذنب. الكابتن محمود الخطيب اخر سنتين عمل كوارث في اداره النادي الاهلي للاسف. لك الله يا اهلي.